ها علاش المغربيات ديال اوروبا ما كيرضاوش يتزوجوا بمغربي ولد البلاد. سمع الفيديو حتى الاخر وغنقول لك انا الحقيقه اللي ما قالتهاش، وسمع حتى الطليق ديالها العراقي باش توفى. وما تزوجيش زعما من كناس تجيبي شي واحد من ولد بلادك وتجيبيه للسويد. بغيت نتزوج هنا. علاش ما بغيتيش تزوجي في المغرب؟ هكاك زعما حاجه خصوصيه. خفتي زعما تصايبي الوراق لشي واحد ويخوي بيك ولا شي حاجه؟ لا معروفه زعما بلا واحد ما يجرب ولا عندك الصح. بالك. شكرا. كنتي متزوجه مغربي يا دنيا؟ لا للاسف. قولي لي دخلت عليك بالله قدام الناس دابا انا غير سؤال مع عمرك كنتي متزوجه؟ مع عمرك كنتي متزوجه؟ لما تكتبي عليا ولكن الجماعه عرفتي راه من قلبي. قولي لي ماشي مشكل. اوكي ماشي مشكل. كيفاش جاك العراقي بلاتي قدام هاد الدريات هذا كاين بزاف؟ قلنا لا من سنوات، راه من 2000 ماشي نقول لك من 2012 ولا 13 انا صافي هيدو. واخا دابا غير دابا غنسولك واحد السؤال. نعرف حيت كاين بزاف. شوف دابا غنقول لك واحد الحاجه دنيا. نعم دابا اخويا. غنجبد معاك واحد الموضوع حيت بعض المرات كنسب هاد العراقيين هاد فهمتيني. ديال امهم. بلاتي غير نهضر معاك. دابا كاينين بزاف ديال المغربيات وي اللي كيمشيو هاد العراقيين للمغرب كيضحكوا عليهم كيجيبوهم هنايا، والكرديين ودابا راه كاينين السوريين. دابا السوريين يلاه جاو كيصايبوا الاوراق، يلاه داروا الاوراق ديالهم الا غيمشيو للمغرب حتى هما غيجيبوا المغربيين. اشنو كتجربه عندك دنيا؟ كتجربه عندك كتجربه ما كاينش بحال المغربي في العالم بولد بلادك. شحال عشتي مع عراقي؟ 4 سنين ولا 5 سنين. واش لقيتي فيه الخير؟ لا ولد انت الحرام عايشه في السويده وانت عايشه في براه السويد. في القبر ويمكن حتى العظام ديالو ما بقاوش ومازال تندعي ليه. علاش؟ شنو وقع ليه؟ حقاش شوف نقول لك واحد الحاجه، ولد بلادك هما جوج حوايج. ولد بلادك يسرطك ما يمضغك ما يسرطك ياك. لا ولكن عاودي لينا شنو وقع ليه؟ دار شي كسيده ولا شنو داكشي؟ لا ما تسكت قلبيه زعما نعطي طريقه باش مات سكتة قلبيه، يعني دات ليها الخطو كامل. وشي نبغي نقول لك المغربيه في اوروبا كتبغي تعيش بحال الكور، خاصها تبقى تخرج تدخل تمشي تقصر تمشي تسهر تدير صحابات تدير صحاب. هذاك الشيء ما تيوالمش الراجل المغربي، عارفه ما غيبغيش يعيش بديك الطريقه مع المراه ديالو. هي ما غتشوفش ولد الولاد بالمره، راه ماشي الفقر ديالك ولا النيفو ديالك. بعض المرات كيولي الراجل كيحتقر راسو كيتقدم لشي وحده عايشه في اوروبا وكترفضو. راه ماشي المشكل فيك، راه المشكل فيها هي، والمشكل كبير لان عاوتاني بداعي انها عايشه بوحدها، ما كاين لا التزامات اسريه لا خوتها لا كتعيش كي بغات. يعني كتولي ما فرحاش للزواج. يعني علاش كتقلب على داك الزواج اللي غتستافد من موراه في حاله ما وقع الطلاق. يعني داك الزوج اللي غتوصل مع الطلاق خاصها تلقى ما تنتف منه. انت غتجيبك من البلاد ما عندها ما تنتف منك، خاصها هي اللي غتنتف منه اللي غتحلب منه. وصراحة بيني وبينك اللي غيقلب يتزوج بالأنثى المهاجرة قلب على خلاطارو صاحبي. ومن طبيعة الحال راه ما كنعمموش، راه كاينين الناس مربين بناتهم أحسن تربية واخا في أوروبا. هذيك الفئة اللي كتكون مربية مزيان وعائلتها ناس تقال كيتزوجوا زواج ديال العائلة غير بيناتهم، ما كياخذهمش البراني. هذوك ما تسمعش بهم نتا كاع واش كاينين ولا ما كاينينش، كتسمع غير بهذوك اللي هما عارضين راسهم، هما اللي كيبقاو يبانوا لك هي عارضه على الكراسه. اما اللي مربيين مزيان واللي والديها عارفين شنو عندهم راه كيتزوج. هذاك الشيء كيدوز الزواج بيناتهم، كيدوز الزواج ديال العائله. هي كيف سمعتيها راه بالفرحات عليها تزوج مغربي ما غتلقاش بحال ولد البلاد ديالها يحن عليها. وكما قالتي مضغا واخا هي ما كاينش المضيع. هما راه كاملين اسباب الطلاق ديالهم انهم كيبغيو يزهاو، تبقى تخرج تدخل تولي عايشه بحال الراجل. وكاين اللي كتبغي دير صاحب وتبقى مزوجه، راه تيبغيو يعيشوا عقليه ديال تيبغيو يعيشوا الثقافه ديال اوروبا. راه داكشي علاش كيوقع اغلبيه ديال الطلاقات في اوروبا. وكنصيحه اخويه حتى الا جا الله كنتي انت اللي عايش في اوروبا ما تطلعش المغربيه لاوروبا بتاتا. هاد القضيه دي ما تفكرش فيها كاع، تزوج وتطلع المراه ديالك لاوروبا غتقلب عليك ب200%.
يا معلم كامل الأغلبية ديال المغاربة راه كاين اللي كتلقاه غير عايش وصابر، خايف من داك الحابس ولا تصدق مرجعاه هو لهنايا، راه الأغلبية كيديروها. راه كاين شي مغربيات اخا يداوهم رجالتهم وسطهم مرجعين رجالتهم وهم رزقوا تمايا. وتحياتي للجميع واللي كيشوفنا أول مرة يدير الاشتراك ويدعمنا بجيم ونشوفو في شي ساعة.